يا مساء الفل يا احلى متابعين قناه مؤارت. اهلا بيكم في فيديو جديد منتظر. لو اول مره تشوفني، انا محمد فرج، ارت دايركتور، ودي قناتي قناه مؤارت. بنعمل شويه فيديوز كده تخص مجال الادفرتايزنج وكورسز كتير قوي مجانيه. انزل اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل اللايك الجميل، ويلا بينا نبدا. الفيديو ده انا هعمل تقييم للاعمال، وهقول لك ايه اللي ناقص عندك في البورتفوليو ويخليه افضل ويزود فرصتك في انك تلاقي وظيفه مناسبه ويشد انتباه العميل. وهعمل لك كده تقييم مهني للموضوع. تعالوا نشوف التقييم هيبقى عامل ازاي. التقييم هيبقى مكون من 5 نقاط. اول نقطه عندي هتبقى الصوره والبيانات الشخصيه. تاني نقطه تصميم كفر لكل مشروع. تالت نقطة جودة التنفيذ والتفاصيل. رابع نقطة طريقة عرض المشروع. النقطة رقم 5 التنوع والتميز في الأعمال. البورتفوليو الأول عندي إسلام صابر. أولا يا إسلام، بالنسبة للصورة فإحنا هنا محتاجين صورة شخصية. لطيف إن أنت حاطط الورك اكسبيرينس بتاعتك فين بالظبط، وكمان لطيف ان انت مظبط برضو السوشيال بتاعتك عشان برضو لو حد عايز يوصل لك مثلا من العملاء. بالنسبه لتصميم كفر كل مشروع، عندي اول بروجكت اللي هو السوشيال ميديا. ده احنا برضو يعني مش هنقدر نفتح للاسف كل البروجكتس، هنبص على كام واحد كده نختارهم بسرعه علشان خاطر الوقت. عندنا كذا بورتفوليو في الحلقه. النظره الاولى كده للكفر الاولاني. الكفر ده اعتقد ان انت كنت محتاج تبين قوه الفيجوالز اللي انت عاملها فيه. يعني انا بالنسبه لي الكفرز ده ضعيف الى حد ما، واعتقد ان في شغل جوه يعني كويس جدا. برضو الكفر هنا مش يعني مش بالانس قوي، او ما يشدش قوي ان انا اخش اتفرج على البورتفوليو. انا بتكلم دلوقتي لو انت بعت لي بورتفوليو بتقدم بيه على شغل، فانا بشوف ايه اللي يخليني اخش اتفرج على البورتفوليو بتاعك. الكفر هنا لطيف. الكفر ده حلو جدا بتاع البوستر. عندنا برضو الكفر هنا الفوتو نيبيليشن يعني مش قوي قوي، يعني باين من الكفر بتاعه في الكالر مود كان عايز يتظبط اكتر. اوفر اول الكفرز عندك في حاجات حلوه، يعني مثلا عندي الارث داي ده لطيف، وفي حاجات برضو ضعيفه، يعني في ده وفي ده. فاعتقد ان انت محتاج برضو ايه تعمل يعني اعاده تصميم للكفرز اللي موجوده عندك في المشاريع. زي مثلا ذا فيوتشر ناو ده برضو محتاج ان هو يتظبط بالنسبه للمشاريع. نفتح اول واحد. يعني اعتقد ان انت كمان عندك جوه عامل برزنتيشن لطيفه، فاعتقد ان انت يعني البروجكت ده ضعيف عندك بسبب الكفر نفسه. الكفر نفسه ما يشدش كويس، انت مقسم الدنيا مش مخليها في حاجه واحده. ولطيف حته الموشن اللي موجوده عندك دي. انا شايف ان الشغل اللي جوه بصراحه مظلوم بسبب الكفر اللي موجود بره. جميل جدا البروجكت ده لطيف قوي. فانا شايف ان انت هنا في حته البرزنتيشن جميله عندك، ونقطه حلوه ان انت مظبطها قوي كده، لكن الكفر عندك ضعيف. تعال نشوف البروجكت. تاني بروجكت موجود، احنا هناخد كده 2 من فوق وممكن ناخد واحد كده في النص. بروجكت يعني ما اعتقدش ان انت كنت مستاهل مثلا تعمل له كي فيجوال او يتحط لوحده ما دام مفيش ديتيلز جوه، يعني مفيش تفاصيل جوه. فكنت ممكن مثلا تنزله مع حاجات تانية هيبقى افضل. ممكن نفتح مثلا البروجكت بتاع فري فلسطين. برضو انت مش حاطط ديتيلز، يعني حاول دايما انك تعمل بروسيس للموضوع، ما يبقاش بس الصورة موجودة عندك. وبرضو نقطة مهمة، نقطة الكواليتي. الكواليتي لطيفة لحد ما. طيب برضو النظرة كده عندك في البورتفوليو في حاجات عندك محتاج انك تشيلها. يعني في حاجات قديمة قوي لما انا نزلت تحت كده، يعني زي الحاجات اللي هي فيها رسم دي قوي، يعني يتجمعها كلها في حاجة واحدة مثلا وتكتب ان ده كان مشروع قديم عندك، او تشيلهم. لان انا كل ما انا بنزل بلاقي ايه الكواليتي بتاعتك يعني كان هو في تطور طبعا حصل، بس انت حاول مثلا يبقى عندك كام بروجكت مين عشان الموضوع يبقى عندك اقوى من كده. حته برضو التنوع والتميز في الاعمال دي عندك كويسه. انت عامل شغل كوميرشال، وعندك شغل برضو في ارت انت عامله، يعني زي البوستر اللي هو بتاع فري فلسطين. وعندك كمان السوشيال ميديا، او حتى الحاجات اللي هي فيها ادفرتايزنج. فحلو ان انت تكون منوع عندك في البورتفوليو، بحيث يبقى انت اشتغلت شغل كوميرشال برضو. الحاجه الحلوه اللي انت بتعملها واضح برضو من ايدك ان انت كمان بترسم.
فيعني لو تعمل بروجكت كده مجمع حاطط فيه حاجه او تعمل حاجه جديده، فدي هتبقى لطيفه جدا في البورتفوليو بتاعك. محمود عبد الراضي، الصوره كويسه يا محمود، مفيش مشكله تمام، بس يعني لو خليتها تبقى بورتريه تبقى لطيفه، يبقى انت ظاهر فيها بشكلك في النص، ما تبقاش بروفيل يعني. في داتا يعني، حاول لو انت عندك داتا اكتر من كده تضيفها برضو في لو في ورك اكسبيرينس دي هتدي قوه عندك برضو في حته البيئه، يبقى في بيانات، يبقى حتى اللي عايز يعمل هايرنج يعرف انت اشتغلت فين قبل كده، او ايه الخبرات السابقه بتاعتك. بالنسبه للوهله الاولى في الكوفرز، هي يعني في حاجات لطيفه وفي حاجات انت محتاج تظبطها. يعني انا مثلا عايز افتح البروجكت بتاع الزومبي ده بيرسون بروجكت حلو، المين فيجوال، حاطط ديتيلز، عامل بريك داون، حاطط ديتيلز، جميل. تعال نشوف برضو الشغل الكوميرشال. بص، هو الكفر عندي لطيف قوي ان انت مطلع اللي هو الكاركتر اللي كان موجود عندك في ديزاين من ديزاينز، بس هو متكرر، فانت حاول اللي ورا ده يكون بلور شويه عشان برضو ايه تدي يعني تاخد عيني في حته ان انا اتفرج على البورتفوليو. وحلو ان انت كاتب سوشيال ميديا بالطريقه دي جاذبه العين. طب بس خد بالك لما انا باجي اشاور كده فبتتدارع عندي، فحاول ترفعها فوق شويه هنا تمام، وفي نفس الوقت تعمل بلور للكفر اللي عندك. نفس الكلام طبعا ينطبق على كذا حاجه انت عاملها عندك. سوشيال ميديا تمام، ماشي. برزنتيشن، بص بصراحه انا من وجهه نظري يعني لو انا عايز اشوف شغل السوشيال ميديا، فانا مش بحب قوي ان انا اشوفه في حاجات يعني ايه فيها ايموجيز او كده. يعني هي ممكن كانت موجوده من فتره، كانت اولد ستايل، بس عادي انت ممكن تحط الموضوع كجريد، مفيش مشكله يعني تحطه كجريد، او لو انت عايز تعمله كصوره جريد جنب بعض وتعمل فيه الحركات بتاعتك عادي برضه مفيش اي مشكله. بص انت البرزنتيشن بتاعك حلوه، بس عارف انت في حاجه ناقصاها، يعني في حاجه عايزه تخليها بريميوم اكتر. يعني يعني في حاجات كده مثلا لو عملتها تخلي الديزاينز بتاعك في حته يعني، او الفيجوالز بتاعتك مثلا يعني كويسه اكتر. حلو برضو عامل بريك داون، بس طبعا انت يعني حتى في الستوك ايمج بص في حاجات اكبر من الحاجات التانية متوزعه كده بطريقه عشوائيه، يعني محتاجه ان هي تتنسق كده في حته ايه مع بعض، في بيج مع بعض او صوره مع بعض. في برضو عندك شغل قديم انت محتاج مثلا انك ايه، يا تستغنى عنه خالص يا تعمل له درافت عندك وتسيب اقوى شغل انت عملته في البورتفوليو بتاعك. تسلم ايدك. عندي فاطمه عبد الله. فاطمه انت عامله ديسكريبشن لطيف، ممكن برضو تضيفي على الديسكريبشن بتاعك الورك اكسبيرينس بتاعتك، دي هتبقى حته قويه عندك. يعني هي ارتحت اكتر لما دخلت البورتفوليو بتاعك، حاسس براحه شويه. اللي في مود بورد يعني عندي كده في التدريج من الاحمر كده اللي هو ماشي في الاصفر، ماشي في البيج الاورنج، يعني هي ارتحت اكتر في البورتفوليو بتاعك. تعال نفتح كده اول بروجكت سوشيال ميديا، جميل، بس مفيش حته برزنتيشن يعني. حاسس ان يعني انت بس حطيتي اللوجو بتاع زهران ماركت ده وايه، وحطيتي الفيجوالز بتاعتك. يعني هو يعني تمام سوشيال ميديا، هو لطيف جدا. البروجكت ده لطيف. نخش على البروجكت اللي بعده، سوشيال ميديا. طب نشوف حاجة ادفرتايزنج بوستر، نشوف مثلا برزنتيشن فيها شوية. تمام، حلو شغلك يا فاطمة، مهندم اكتر، ليكي مود بورد كده معين، ده لطيف قوي. الكفر مثلا عندك هنا في انت قاطع حته من التصميم، فده يعني لا احنا محتاجين هنا لو نعمل سوشيال ميديا جريد مثلا ريستورانت، ما تاخديش حاجه من الديزاين. يعني ممكن مثلا لو هتاخدي صوره زي كده تشيلي بقى الحاجات اللي هي مكتوبه دي، او حتى الكلام اللي مكتوب اللي هنا ده، يعني يبقى في صوره احسن ما فيهاش كلام كتير، دي هتبقى افضل وتعبر عن الموضوع. ممكن برضو نفتح البروجكت ده، لطيف جدا برضو، في لوجو ده لطيف، يعني عندك فيه تنوع في الاعمال، عامله شغل كوميرشال سوشيال ميديا وعامله براندنج، ده لطيف برضو، لطيف جدا. بس انا حاسس ان انت مش بتهتمي بالديزاين كفر بتاعك، يعني الديزاين كفر بتاعك عايز يعني ده كويس بالنسبه لي،
انما مثلا هنا محتاج في زحمه اكتر، يعني ممكن لو شلنا مثلا الحاجات دي او خففناها شويه هيبقى لطيف قوي على الباك جراوند اللي هي الحمراء. تمام، وموجوده الزينه دي عادي هنا برضو زي ما قلت لك قبل كده. نشوف اللي بعده، محمد صلاح الدين. محمد انت مش حاطط اي داتا خالص موجوده عندك. الصوره برضو مستخدم صوره من الذكاء الاصطناعي، يفضل تستخدم صورتك. بروجكت عندك في بروجكت كتير قوي فيها زحمه، يعني مثلا انا انصحك ان انت تشيل كل البروجكت اللي هي موجوده دي فيها زحمه كتير قوي ويعني فيها لخبطه كده مش واضحه، فممكن نشيل كل البروجكت دي اللي فيها زحمه. اعتقد ان كل اللي تحت ده محتاج يتشال، كل اللي تحت ده. تمام، يعني في حاجات زحمه قوي عندك وفي بروجكت كتير قوي انت حاططها. يعني بص، انا لسه في لود تاني حاجات، يعني انا معرفش انت ايه. لو دخلنا مثلا فتحنا اي مشروع فيهم، هي صورة واحدة، دي صورة انت بتستخدمها من الذكاء، صور مستخدمة من الذكاء الاصطناعي. يعني ممكن تضيفهم كلهم في، لو دول اي اي ديزاين في حاجة في بروجكت واحد بتسميه مثلا ده اي اي ديزاينز، بدل مثلا ما يبقى كل ده زحمة. وفي عندك شغل اللي هو القديم قوي ده ممكن تشيله خالص من عندك تخليه درافت. تمام، عندك برضو ده من اعتقد ده من الشغل اللي احنا عملناه سوا في الكورس، من الطبيعة لسفرتك. تمام، يعني انا مش فاهم ايه الكفر ده بصراحة غريب قوي ان انت حاطه كده كستايل كلام. يعني ممكن تعيد تاني تصميمه وتظبيطه عشان برضه هو مش باين عندك. احنا برضه بنتكلم في حتة ان انت لازم تجهز بورتفوليو يبقى يعني جاهز لسوق العمل. الديزاينز ده برضه، الديزاين ده محتاج ان انت تشتغل عليه اكتر، يعني حتة السبايسي دي فيها غلط، فمحتاج ان انت تظبطها. ده كان في الكورس عندي، ف يعني ده لو ظبطته هيبقى حلو قوي، وتحطه برضو لوحده. يعني انا مش عارف ايه الابيض اللي جنبه، او يمكن عشان المساحه وانت رافعه هو جاي بالطريقه دي كده. فزي ما قلت لك كده النقاط دي هتظبط معاك حته الكواليتي، وبرضو الكفرات محتاجه تكون اهدى من كده علشان تشد الانتباه اللي هيفتح معاك البروجكت. احمد علي، عندك الديسكريبشن لطيف، حاطط لينكات السوشيال، صوره شخصيه. تمام، لو في اي ورك اكسبيرينس ممكن تضيفها موجوده هنا. تعال نختار كده كام بروجكت نفتحهم، نشوف مثلا السوشيال ميديا. تمام، البرزنتيشن طبعا هي بيختلف تقييم كل واحد من التاني على حسب طبعا خبرته، الليفل بتاعه، عدد سنوات الخبرة بتفرق قوي في حتة الشغل. يعني انا شايف ان مثلا ايه يا احمد، انت عندك حته البرزنتيشن دي اللون الاحمر ده قوي قوي، حاول انت تظبط البوينت دي. يعني البرزنتيشن بتاعتك مهندمه، بس محتاج ان انت تظبطها تشتغل عليها اكتر يعني عشان تطلع برزنتيشن قويه. عندي الكفرات للوهله الاولى. في بروجكت ممكن افتحها، في بروجكت ممكن ما افتحهاش. يعني سوشيال ميديا اللي مكتوب بالعربي ده ممكن تشيل كلمه سوشيال ميديا بالعربي تخليها احسن بالانجليش، هتبقى الطف بكتير قوي وتبقى حاجه تشد العين. عندي برضو مثلا الحمد ستور، يعني ده تقريبا سوشيال ميديا براندنج وسوشيال ميديا الاتنين مع بعض. الداتا اللي مكتوبه هنا دي محتاجه انها تصغر اكتر او تتعمل ايه، يعني احسن يفضل ان انت تعملها ديزاين. يعني انت عندك ايه مشكله في حته البرزنتيشن دي، لو ظبطتها الموضوع هيفرق معاك اكتر. برزنتيشن اللوجو هنا لطيفه مفيهاش مشكله، بس طبعا ايه برضو ايه لو اشتغلت عليها اكتر هتبقى اظبط. بس يعني بدات ان هي البرزنتيشن عندك تبقى احسن من اول ايه، من اول البراندنج يعني، لكن فوق محتاج يعني تظبط فيها حاجات كتير قوي. ممكن برضو نفتح اي بروجكت تاني هنا. يعني السوشيال ميديا ده بالنسبه لي الكفر ده افضل بكتير قوي من الكفر اللي انت عامله هنا ده، اهدى وحتى انت عامل فيدت كده فيه. فاعتقد كمان ان هو هنا ايه، انا بالنسبه لي احلى، يعني البروجكت ده احلى من البروجكت اللي انا فتحته هناك. عندك شغل كوميرشال ده لطيف جدا ان انت بتشتغل لو عندك حته ميزه انت بتعملها، يعني تقريبا في التيبوجرافي ده، فدي حاجه لطيفه لان انت حاطط برضو الحاجه اللي انت بتحب ان انت تعملها. احمد اشرف، احمد اشرف حاطط صوره. تمام، لو حاول تعمل زوم ان اكتر هيبقى لطيف جدا، يعني خليها تبقى وشك كله باين، يعني دي هتبقى الطف. لينك سوشيال لو في اي يعني عندك اي ورك اكسبيرينس برضو حاول تضيفها وتضيف شويه داتا عندك هنا.
عندي هنا في اول كام بروجكت نختار مثلا نفتح اول 3 الاولاني. بص انا خلاص شفت ده في الكفر، فمش محتاج ان انت تحطه تاني جوه، او لو حطيته مثلا حطه فيد واكتب عليه اي كلام، يعني حطه غامق مش باين بس بتاعته قليله او كده. اللينكات دي طبعا غلط ان انت تحطها هنا اصلا، شيلها من هنا خالص، دي تبقى موجوده بره عندك زي ما يعني موجوده هنا، بلاش تحطها اصلا في البروجكت من جوه. الكفر ده بالنسبه لي لطيف، ممكن نشوف. تمام البروجكت ده حلو، واضح فيه مود بورد لطيفه. برضو بص حاطط اللينكس بتاعتك، حاول تشيل الموضوع ده خالص. شكرا ثانكس دي كبيره جدا، يعني عارف انت اللي هو ايه، ثانك يو صغيره بس، يعني بلاش اللي هي شكرا، يعني دي شيلها. تمام. الكفر عندك في حاجات لطيفه، في حاجات محتاج تشتغل عليها اكتر. يعني ممكن ده برضو يعني مع الاستمرارية في الشغل وفي المستقبل هيبدأ يتظبط معاك الحتة دي. لو عندك برضو شغل قديم قوي شيله، يعني زي مثلا انا بالنسبة لي البروجكت ده مش هفتحه، فممكن انت تشيله اصلا من عندك، تخليه درافت، وتخلي الحاجات اللي انت عاملها اللي هي ظاهرة عندك دي، يعني مثلا اول 3 دول بالنسبة لي كويسين. ممكن الرابع ده انا مفتحتوش، فاشتغل على البوينت دي. لو عندك حاجة انت بتعملها يعني زي فوتو مانيبيوليشن او حاجة، اتمرن عليها اكتر وظبطها اكتر وضيفها، دي بتبقى حلوه قوي. وكويس ان انت عندك برضو شغل كوميرشال، ده اللي بيدور عليه اي حد بيبقى عايز يوظف حد في الشركه بتاعته او يشتغل معاك كفريلانسر. لو انت مهتم تتعلم جرافيك صح، فانا عملت لك كورس تصميم اعلانات مجاني على القناه، هتلاقيه في بلاي ليست منفصله بالترتيب. الكورس ممنهج هيوصلك وهينقل مستواك من مبتدئ لمحترف، علشان تبني تصميم مفيهوش غلطه وبشكل عملي خطوه خطوه لغايه ما توصل لطريق الاحتراف. كل الشغل هيبقى عملي، وهنشرح اجزاء نظري علشان تكون ملم بكل النقاط وتطلع تصميم ناجح. كمان هتابع معاك على قناه التليجرام علشان لو في اي حاجه وقفت قدامك، وعلشان نقيم شغلك بعد تطبيق كل درس. كمان هتلاقي على القناه فيديوهات هتفيدك جدا في مجال تصميم الجرافيك. كمان لو دخلت على قائمه التشغيل هتلاقي فيه كورسز كتير مجانيه تقدر تستفاد منها بشكل مجاني على القناه. بس انت برنس داتا تمام. في لو في work experience هنا يبقى لطيف جدا لو حطينا شوية work experience، اشتغلت فين قبل كده، شركات، اسماء الشركات. thumbnail يعني ممكن نفتح مثلا نختار ايه، ممكن نفتح اللي هو اللي فيه سعودي ده. بصي هو تركيبة الاشخاص دي نفسها فيها مشكلة، يعني في مشكلات، في مشكلة كبيرة قوي هنا في الشادو والمود بالنسبة للباك جراوند. انا عارف ان انت حطاهم بنظام الجري سكيل تقريبا علشان خاطر الجايد لاينز بتاعت اليوم تأسيس، بس هنا الشادوهات دي محتاجة تتظبط. تمام برضو في حاجات هنا في القص، يوم بدينا تمام. بص الحاجات اللي هي ستروك دي قوية قوي، اللي هي معمولة كستيكر تقريبا. بص هي البرزنتيشن غريبة، يعني انا مثلا عندي لو ممكن نحطها من غير القالب ده هتبقى الطف بكتير، وتوزيعة الستيكرز نفسها تتظبط اكتر. البرزنتيشن برضو عندك محتاجة شغل عشان تبيني الكواليتي بتاعت شغلك. يعني هنا الدنيا ارتاحت اكتر معايا، بس ده تقريبا عشان جريد، ساينس جريد. عملنا زوم ان هنا اكتر على الكوفر ده، وشلنا كلمة سوشيال ميديا من هنا مثلا وخليناها في النص، او حتى شفنا لها اي مكان، او شلناها خالص مفيش مشكلة، ونعمل كلوز مثلا على كام كاركتر من هنا. الكفر ده هيبقى بالنسبة لي الطف بكتير خالص. الكفر ده لطيف برضو، سوشيال ميديا مش وحش. بس برضو حاولي تنقي الاعمال اللي انت تحطيها، مش شرط تحطي كل الشغل اللي انت عملتيه للسوشيال للمكان ده. يعني مثلا ممكن تختاري تصميم 3 2 بس تحطيهم، مش لازم كل الارت وورك اللي انت طلعتيه لنفس الشركه لنفس المكان ده تحطيه، لا يعني اختاري كام حاجه بالظبط، بحيث برضه يعني بص هنا في تصميمات كتير جدا، 1 2 3 يعني غير بقى اللي موجود في البروجكت، وده كمان متقل البروجكت بتاعي. وثانك يو كبيره جدا، محتاجين ان احنا برضه نصغرها شويه. تمام.
وبرضو شيلي الداتا اللي موجوده هنا زي الفون نمبر والجيميل، عشان يبقى البورتفوليو بتاعك او البروجكت بتاعك بيبقى البورتفوليو بتاعك اقصد يبقى بروفيشنال اكتر. تمام. وحاولي ان انت تقللي طبعا، اختاري ديزاينز معينه، مش كل ديزاينز دي تحطيها. يعني انت خلاص عامله نفس اللي هو نكتفي باتنين تلاته من الديزاين ده، مفيش اي مشكله خالص، لكن بلاش نحط كل حاجه في نفس البروجكت بتاعنا. تمام. اوفر اول الديزاينز بتاعتك لطيفه، محتاجه ان انت طبعا حته الخبره دي هتفرق مع الوقت، وحته ان انت تظبطي الحاجات اللي انا قلت لك عليها. عمر جمال. عمر، الصورة محتاجة عندك فيها يعني تحط صورتك أحسن. لو في برضو work experience أو داتا عندك حطها هنا. في عندك هنا الكوفرز للوهلة الأولى، حاسس إن هي فيها مشاكل. يعني في كلام كتير قوي، في لوجو متقطع من هنا، نفس الكلام في لوجو طاير من هنا. بنكتفي اصلا ان احنا بنعمل حاجات زي كده يعني بالباكجنج ده موجود في التصميم، وشيل مش هنكبر عليه دي خالص من عندك. كبرزنتيشن، حاسس ان انت عندك يعني احنا هنشوف دلوقتي البرزنتيشن بتاعتك لطيفة، بس يعني في حاجات اكبر من حاجات. يعني حاول وانت بتعمل ديزاين الستوك ده تصغر الحاجات دي، تخليها جنبها، متبقاش محطوطة بشكل عشوائي كده، علشان يعني العين ترتاح وهي بتتفرج على البروجكت. ودي الديتيلز بتاعتك تمام، ما فيهاش اي مشكلة خالص. بس الكفر محتاج يشدني اكتر، لو شلت ده وخليت الكيس الشيبسي نفسه موجود في النص ده هيبقى احسن بكتير عندك في البورتفوليو. تصميم فوتو مانيبيوليشن الكفر، بص يعني نصيحة شخصية، الديزاين نفسه يعني هو غريب، يعني مش حتة غريب، هو كمان البالانس بتاعه مش مظبوط، مش بلندد ببعض الحاجات، الصورة نفسها تحسها كده ايه فيها بكسلة. يعني انا يعني حاسس ان انت لو البروجكت ده خليته درافت عندك هيبقى افضل، يعني بلاش تنزله اصلا على الحساب بتاعك خالص. يعني خلي الشغل اللي انت عامله الكوميرشال ده يكون ظاهر عندك اكتر، وما يكونش فوق، عشان ده يبين برضو ايه حتة القوة بتاعتك. ولو عندك اي شغل القديم خليه درافت. بيتر، انت الصورة بالنسبة لك تمام. يعني الداتا عندك برضو محتاج ان انت تحط داتا. اكتبوا عن نفسكم يا جماعة، يعني قولوا انتوا اشتغلتوا فين قبل كده، بتعملوا ايه، بتقدروا تعملوا ايه كده. ده هيبقى الطف بكتير قوي، وهيدي مور بروفيشنال اكتر البورتفوليو بتاعك. نشوف السوشيال ميديا ديزاينز كامبين تبع الميزان تقريبا. جميل. يعني بص، اللي مش جميل بقى ان انا اقرا كل الكلام ده في الاول. يعني حته الكلام ده يعني براند نيم والحاجات دي، حاول انك مثلا ايه تختصرها، او حتى يعني لو عملتها في ديزاين مثلا هيبقى لطيف. مش يعني تي او في ده مش بنحطه، شيل كل الكلام ده من هنا. آه يعني خلي بس اللي هو ايه لو في يعني بريف بسيط عايز تكتبه مفيش مشكله، بس في حاجات كتير قوي هنا محتاج انك تشيلها اصلا. تمام. بيفور وافتر، بص هو بيفور وافتر كتير في السوشيال ميديا، يعني ممكن تعملها في حاجه واحده او في فيجوال مين، بلاش تبقى مثلا ايه في كل الفيجوال اللي هتعملها السوشيال ميديا بيفور وافتر. ليه ما حطيتش ده كفر؟ ده لطيف جدا، يعني انا اعتقد ان انت لو حطيت ده كفر بره هنا هيبقى عندك الطف بكتير قوي من اعتقد ان انت حاطه بس فيد. لا، شيل بقى سوشيال ميديا ادفرتايزنج كامبين دي، خليها هي الهيدلاين بتاعك، وخلي الديزاين ده يبقى هو المين عندك. ده هيفرق معاك كتير جدا في البروجكت نفسه، يعني ده هيخليني اصلا عايز اخش افتح البروجكت واتفرج عليه عشان تبقى نقطة قوة عندك. اوفر اول الصم نيل عندك عايزين نظبطها، البرزنتيشن نشتغل عليها اكتر علشان الكواليتي بتاعتنا تبقى احسن. منا محمد. يا منا، احنا هنا مفيش اي داتا خالص عنك، ولا اشتغلتي فين، ولا ايه اللي بيحصل هنا، فمحتاجه تكتبي عنك معلومات اكتر. في الوهله الاولى للثامب نيل في بروجكتس مش يعني انا مش عايز افتحها. تمام. عشان في زحمه، يعني في كلام هنا وفي زحمه كتير قوي، فيفضل ان الكفر عندك يبقى معمول بشكل افضل، يعني نختار حاجات افضل. بصي هنا في فاضي وهنا في صورة، بس صورة، فلا احنا محتاجين نعمل مقاس البيهانس. برضو انا لقيت المشكلة ده كذا حد، مقاس البيهانس هنا هتقول يا جماعة 1400 تقريبا عرض، مش عارف الطول بقى اللي انت عايزه، فخلينا 1400 بيكسل. فخلينا نظبط الحتة دي احسن، نشوف السايز بتاع البيهانس ايه عشان ما تبقاش الصورة بالشكل ده، عشان البرزنتيشن كمان تطلع عندنا بشكل افضل من كده بكتير.
يبقى الصامب نيل وحته البرزنتيشن دي هتبقى حلوه، يبقى الكفر وحته البرزنتيشن دي هتبقى حلوه عندك، وهتبين الكواليتي بتاعه الشغل بتاعك. نشوف شعبان احمد. شعبان برضو انت في داتا عندك عايزها تتظبط، واضح انك بترسم، ده حاجه حلوه جدا. هو انا مش عارف انت انيميتور ولا الستريشن، او يعني برضو في الديسكريبشن محتاج تكتب بالظبط انت بتعمل ايه. يعني اعتقد ان انت عامل موشن جرافيك، فممكن تكتب هنا مش جرافيك ديزاينر بقى، تكتب موشن جرافيك ديزاينر. وبرضو الكفر عندك محتاج ان هو يبقى فيه حاجه بتجذب العميل، وبلاش بقى ان انت ايه تضيف كل الفريمات بالطريقه دي، لا محتاج تعمل برزنتيشن. طبعا محتاج تعمل برزنتيشن للشغل علشان الشغل عندك يبقى افضل بكتير قوي. واضح انك كمان موشن ديزاينر، فاكتب موشن ديزاينر. شيرين سليم صوره لو طبعا بروفيشنال اكتر وفي كلوزد على الوش هتبقى الطف بكتير. تمام. محتاجين نحط برضو الورك اكسبيرينس بتاعتك، اشتغلتي فين، تحط موجودة هنا بأسماء الشركات، هتبقى لطيفة جدا. واضح انك مثلا تهتمي بالبراندنج اكتر عشان في لوجو فوليو نتفرج عليه لطيف. برزنتيشن حلوة محطوط فيها الحاجة بشكل سامبل، فده جميل. عندي برضو تيبوجرافي. انا عندي مشكله يا جماعه مع البروجكتس اللي مكتوبه بالعربي. احنا على بيانس هنا بلاش نكتب البروجكتس بالعربي، يعني نشيل بقى حته ايه الكلمه بالعربي. فمثلا عشان يبقى الدنيا بروفيشنال، مور بروفيشنال اكتر يعني. تيبوجرافي تمام. برزنتيشن محتاجه فيه تتظبط اكتر. تمام. ممكن ينزل مع بروجكت تاني، ما ينزلش لوحده كبروجكت. عايزين نشوف سوشيال ميديا. السوشيال ميديا كطريقة عرض ممكن مثلا تعمليها بطريقة الجريد، ترفعي صورة. تمام. وحتة الفيدد دي اللي هي الدروب شادو دي مش حلوة بصراحة، محتاجين ان احنا نشتغل عليها. الكفر عندك فيه يعني اهتمي بحتة الكفر اكتر، يعني علشان خاطر تشدي المشاهد ان هو يخش يتفرج على البروجكت بتاعك. تمام. وبعدي دايما عن الزحمة، يعني لو هنا تيبوجرافي مثلا في حاجة معينة، ابعدي عن الزحمة اللي بتبقى موجودة في الكفر بتاع المشروع بتاعك. تمام. ده هيخليني اكتر عايز افتح المشروع. تمام. ولو في عندك حاجات فيها كواليتي احسن، يعني اعتقد ان مثلا السوشيال ميديا ده حاسه فيه كواليتي احسن. لو عندك في بروجكتس فيها كواليتي احسن خليها مثلا تطلع فوق. لو عندك شغل قديم حاولي انك تخليه درافت، ده هيبقى افضل بكتير قوي ان يبقى فيه زحمه عندك في الشغل. وممكن تجمعي مثلا ذا بيست اوف ورك بتاعك فتخليه موجود ورا بعضه في الحته دي. بلال اسامه. بلال تمام، حاطط ورك اكسبيرينس لطيفه. تمام. في اسم الصوره كويسه، الكفر لطيفه. تمام. يعني عندي 1 2 3 اول 3 4 بروجكت كده الكفر بتاعهم كويسين جدا، ده كمان لطيف قوي. نشوف مثلا البروجكت نفسه، نشوف طريقة البرزنتيشن بتاعتك عاملة ازاي. حلو الموشن بتاعه. سوشيال ميديا ديزاينز ماذرز داي. تمام. يعني دايركشن لطيف. تمام. طريقة العرض لطيفة جدا، تسلم ايدك على ديزاينز. before and after. presentation هنا مش حلوة، محتاج ان انت تشتغل عليها. لو عايز تضيف الستوك بتاعتك حطها مثلا برضو في مقاس يعني 1400 بكسل. اعرف مقاس البيانس بالظبط، اعتقد ان هو 1400. وتظبط حتة يعني بص هنا في حاجة غريبة، انا بنزل هنا بينزل معايا في الجزء ده، فحاول برضو تظبط الجزء ده في البرزنتيشن بتاعتك عشان يبان بشكل افضل. والفيجوال ده عموما انت كنت محتاج تشتغل عليه تاني اكتر علشان خاطر تظبط الشادو. يعني بص الشادو خفيف قوي من تحت العربية.
نهى طارق. نهى برضو الصورة محتاجة تعملي كلوز على الوش، يعني اكنك بتقدمي سي في شركة، فبتحطي صورة يعني 4 في 6 معاكي. ومحتاجة تضيفي برضو ورك اكسبيرينس عندك. بروجكت الكفرات اللي عندك، عندي الكفر ده فيه زحمة شوية لان فيه اللون الاحمر مع الحاجات دي. لو مثلا كنت عملتي زوم ان اكتر او كلوز للمشهد بس بتاع تقريبا دي كبسة، هيبقى الطف عندك بكتير قوي ان انت تحطي ده ككفر للبروجكت عندك. ومثلا كنت خلي دول جنب بعض، يعني بدل ما تبقى لوحدها تخلي مثلا 2 3 جنب بعض، ده هيبقى افضل. خصوصا كمان ان هما نفس يعني الدايركشن، انت بس مغيره الطبق في كل في كل ديزاين فيهم، فخليهم جنب بعض احسن. بروجكت هنا برضو سوشيال ميديا لطيف قوي. الكفر هنا برضو محتاجين نشتغل عليه اكتر، يعني نخلي فيه ما يبقاش 4 ديزاينز كده موجودين في الوش، لا ممكن نخلي ديزاين واحد او فيجوال واحد موجود، ونعبر هنا ان ده يبقى كم سوشيال ميديا كامبين موجودة عندي. شوف اللي بعده يوسف ابراهيم. تمام، ورك اكسبيرينس حاطط داتا عندك، جميل. بروفيشنال ديزاينر براندنج، شيل بروفيشنال ديزاينر دي، بلاش بروفيشنال ديزاينر، يعني نحط الليفل بتاعك يا جرافيك ديزاينر تمام، يا سينيور يا جونيور، يا يعني اي تايتل بتاعك، بلاش تكتب بروفيشنال ديزاينر، دي شيلها. الكفر الاولاني عندي تمام. في برضو الديزاينز سوشيال ميديا، بس الكفر هنا فيه زحمه قوي، محتاج تحط برضو ديزاين واحد يشدني ان انا اخش اتفرج على البروجكت بتاعك اكتر. عندنا برضو هنا في طبعا كل اللي هو بورتفوليو ديزاين الصم، يعني الكفر هنا يعني الكفرات هنا محتاج ان انت تعيد تصميمها تاني علشان يبقى شكل البروجكت احلى عندك. ده لطيف تمام، بس برضو يعني ايه الكود ديزاين برزنتيشن لطيفه، شغل جوه كمان، يعني ليه مثلا ما تحطش ده يبقى كفر عندك، يعني يبقى هو الكاركتر ده شكله لطيف، تخليه عندك مثلا كفر، او تختار شخصيه معروفه لو معمول لها فوتو مانيبيوليشن كويس. انا بالنسبه لي لو حطيت ده كفر زي ما هو كده وتشيل ده وتسيب الكود مثلا صغننه، هيبقى شكل الديزاين البروجكت ده احلى من بره. محمد محمود. محمد محمود تيشرت ديزاين. محمد ميد ليفل ديزاينر، حاطط بس فيش ورك اكسبيرينس، حاطط داتا تمام، صورة لطيفة. محتاجين نشوف حاجة، خلينا مثلا في، واضح انك بتحب الكورة، مهتم بالديزاينز بتاعت الكورة تمام. البرزنتيشن بتاعتك محتاجين ان احنا نظبطها، حته الستوك عرضها تبقى احسن كده كتير، خصوصا ان الكوره في حاجات كده بتضاف للديزاينز بتاعت الكوره بتبقى حلوه قوي. اعتقد انت لو عملت ليها ريفرنس او تغذيه بصريه حلوه قوي، الموضوع ده هيفرق معاك كتير جدا في الفيجوالز بتاعتك. الكفرز بتاعتك اوفر اول من بره بصراحه مش مشجعه ان انا افتح الشغل اتفرج عليه، فانت محتاج ان انت تعيد تصميمها تاني. يعني يوسف ان انا اقول لك all of them، يعني ما تزعلش من الكومنت، بس في حاجات انت محتاج فعلا تشتغل عليها ككفر بحيث ان انت تبقى عندك قوي. يعني مثلا الكفر ده بالنسبه لي مريح، يعني ممكن اخش افتح البروجكت مع اني عارف ان مثلا ده من بره كده اي بس يبقى مريح للعين اكتر عندي. فانت محتاج تشتغل على الحته دي علشان خاطر اخش اتفرج على الشغل بتاعك. محمد عبد ربه. محمد صوره كويسه، حاطط ورك اكسبيرينس كويس، حاطط داتا تمام. عندك هنا البروجكت الكفرز فيها حاجات وفيها حاجات، في حاجات انت تمام وفي حاجات لا. ويلكم تو ماي بورتفوليو. اعتقد ان انت تشيل الجزء ده وتشيل صورتك من هنا خالص عشان الكفر ده يبقى بروفيشنال اكتر، وتشيل الشغل موجود ورا. ممكن تكتب كلمه ويلكم بس على باك جراوند سوليد، ده يبقى بالنسبه لك جميل قوي وهيبقى حلو في البورتفوليو بتاعك، ويديه اكتر يبقى مور بروفيشنال. شيل بقى الداتا دي انت خلاص حاططها موجوده تحت تمام. وخلينا مثلا نشوف اول بروجكت عندي، نفتح مثلا السوشيال ميديا نشوف ده. برضو ابعد عن كتابة الحاجة بالعربي، يعني ابعد عن كتابة البروجكت بالعربي، ابعدوا يا جماعة عن كتابة اسامي البروجكت بالعربي. شوف انا قلتها كم مرة عشان خاطر نبعد عن الموضوع ده ونكتب اي بروجكت بالانجلش بحيث يبقى شكل البورتفوليو بتاعنا بروفيشنال اكتر تمام. البرزنتيشن بتاعتك عايزه شغل كتير قوي يا محمد بصراحة.
عندك الداتا اللي موجوده تحت دي برضو تشيل التليجرام بتاعك وتشيل الميل بتاعك من هنا خالص، هو خلاص بيبقى موجود عندك في البيهانس. ثانك يو كبيره جدا برضو، كاتب برضو نبذه عندك انت كاتبها بره، لا شيلها خالص، يعني ممكن تكتب كلمه ثانك يو بس عشان تخلي البورتفوليو بتاعك بروفيشنال اكتر. تمام. ونفس الوقت لو انت في تصميمات هي نفس التصميمات بلاش تنزلها، يعني مش هو من الاخر مش كل الشغل اللي انت عملته ينفع تحطه في البيهانس، لا تختار بيست، يعني تختار الافضل عشان تحطه في البورتفوليو بتاعك او في الشغل بتاعك. بشكر كل المتابعين اللي بعتوا البيهانس بتاعهم، صراحه الاقبال كان تاريخي على موضوع تقييم البورتفوليو ده. فطبعا مش هنقدر نغطي للاسف على كل الناس في حلقه واحده، فانا عملت لكم سلسله اسمها تحليل بيهانس الاستراتيجي. السلسله دي هتنزل فيها كذا حلقه هنحلل فيها بورتفوليوز اللي انتوا بعتوها، فلو انت ما كنتش موجود في ضمن الناس النهارده فاكيد المره الجايه ان شاء الله هتكون موجود معانا. وبس كده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك الجميل والكومنت الرايق، وقول لي رايك ايه في الحلقه. اشوفكم على خير في درس جديد، سلام.